السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو للتوصل بكل جديد. بن ناصر يستأنف التدريبات على انفراد بعد غياب طويل. استأنف متوسط ميدان الخضر ولاعب AC ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر التدريبات الفردية تمهيدا لعودته إلى الملاعب، وذلك بعد غياب طويل، وتحديدا منذ تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى شهر أفريل الماضي في مباراة فريقه أمام مجاره إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. نشر لاعب الخضر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورتين له بالكرة من تدريباته في مركز تدريبات الروسونيري الميلان، ورفقها بتعليق قال فيه: اشتقت كثيرا للكرة، ولا يزال بن ناصر غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل آمن. كان بن ناصر قد نشر قبل أيام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يعود إلى مركز تدريبات ميلان بعد تعافي من الإصابة في الركبة، وذلك قبل الوقت المحدد لذلك. ويسابق بن ناصر الزمن للتعافي واللعب مع فريقه لضمان المشاركة مع محاربي الصحراء في كأس إفريقيا المقبلة. يذكر أن إسماعيل بن ناصر عاد الأسبوع الماضي إلى مركز تحضيرات فريقه ميلانيلو قبل دخول التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة، وهذا بعد حوالي 3 أشهر من علاج مكثف على الركبة خضع له في مركز أسبيطار القطري. لا تنسوا إخوتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.